خرج الوزير العقد من جيبه ومسكه في ايده وقال للملك: فاكر كلام العجوز الحكيم يا مولاي؟ لا تأمن للملوك، لا تأمن للنساء، أهلك هم أهلك ولو صرت على المهلك. فهم الملك ليه الوزير عمل كل ده، علشان يأكد له صحة نصايح وحكم وكلام العجوز، وإنه كان حكيم مش لئيم. يبتسم الملك ويؤمر بالعفو عن الوزير في التو والحال. يرجع الوزير لحياته ومكانته. مش بس كده، ده من يومها وصبح الوزير هو أقرب حد للملك. وبعد ما مضى وكان ما كان، تنتهي الحكاية ولا يتوقف الزمان.